قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم مع بطلتنا رايلي وهي داخل عربية في منطقة منعزلة ونازلة ضرب في مجرم خطير بدون أي رحمة، وبتنزل بعدها تحطه في شنطة العربية، وبعدها بترجع للعربية اللي هي عايشة فيها وبتبدأ تعالج في جروحها اللي اتصابت بيها. بتفضل تصرخ من شدة الألم، وبعدها بتفتح شنطة بتلاقي جواها هدية لعيد الميلاد. مجرد ما بتشوفها رايلي بترجعنا بذكرياتها لمدة 5 سنين ورا. بنشوفها وهي خارجة من مركز التسوق ومعاها بنتها كارلي، وبنشوف واحدة اسمها بيج وهي جاية تتخانق معاها علشان ركنة عربيتها في الجراج بتاعها، ورايلي بتقول لها انها اعتذرت مرة ومش هتعتذر تاني. الكلام ده بيعصب بيج جدا وبتهددها انها تقدم شكوى فيها في المؤتمر بتاعها، وبعدها بتمشي هي وبنتها. ساعتها كارلي بتقول لمامتها انه كان من المفروض انها تضربها بسبب الكلام اللي هي قالته، لكن رايلي بتفهمها انه ما ينفعش ننزل مستوانا لمستوى الناس الزبالة اللي زيها. بعدها بتروح لجوزها كراس في الورشة بتاعته وبتعرفه انه لازم يجهز كويس علشان عيد ميلاد بنتهم كارلي. وبتروح رايلي بسرعة على البنك اللي هي شغالة فيه لانها اتأخرت جدا، ومن سوء حظها بتلاقي المدير في وشها وبيعرفها انها هتفضل في الشغل لغاية ما تقفل المكان وراها لان زميلتها مريضة ومش هتقدر تيجي. وبتتصدم رايلي وبتقول له ان عيد ميلاد بنتها النهارده ومش هتعرف تقعد لغايه ما تقفل، لكن المدير بيفهمها انها مش هتشتغل على مزاجها وبيسيبها وبيمشي. من الناحيه التانيه بنشوف كراس وهو بيتكلم مع صاحبه ميكي عن صفقه ناويين يعملوها مع بعض، واللي بتكون عباره عن سرقه تاجر مخدرات خطير جدا اسمه دييجو. فضل ميكي يحاول يقنعه انه حياته هتتغير تماما وكمان هيقدر يجيب بيت كبير لعيلته وهيدخل بنته مدرسة خاصة، وبيفهموا انه كل اللي هيعمله انه هيسوق العربية بس، وميكي هو اللي هيتصرف في كل حاجة. فبيبص كراس لبنته كارلي وبيكون متردد جدا في قراره. بعدها بنشوف كراس خرج وبيبعت رسالة لصاحبه ميكي بيعرفوا فيها انه مش هينفذ معاه العملية وان الموضوع مش مستاهل مخاطرة. بعدها بياخد عيلته وبيروحوا علشان يقضوا عيد الميلاد في مدينة الملاهي. من الناحية التانية بنتفاجئ ان تاجر المخدرات دييجو خطف ميكي وموته ضرب لدرجة انه خلاه ينزل دم من كل مكان. وساعتها دييجو بيجيله اتصال من واحد من رجالته وبيعرفه انه قدر يوصل لشريك ميكي وبيسأله يعمل فيه ايه. بيقول لدييجو انه يخلص عليه ويخليه عبرة لأي حد يفكر انه يلعب مع المافيا او يعمل زيه. وبعدها بينهي المكالمة وبياخد سكينة من واحد من رجالته وبيقطع راس ميكي بدون رحمة. وفي نفس الوقت بنشوف رجالة دييجو بيقربوا من المكان اللي فيه كراس، وبمجرد ما بيشوفوا كراس بيخرجوا أسلحتهم وبينزلوا في ضرب، وهو وكارلي بنته بتكون وراهم رايلي شايفة عيلتها وهي بتتقتل قدام عينيها من غير رحمة. وساعتها العصابة بيضربوا عليها هي كمان نار، لكن بتعافر وبتفضل تصرخ على موت عيلتها لغاية ما بتفقد وعيها. بعد ما بيعدي شهر بتفوق رايلي من الغيبوبة، بيجي لها المحقق مارك علشان يتكلم معاها وبيفهمها انهم مسكوا مجموعة اشخاص مشتبه فيهم وانها لازم تيجي علشان تتفرج عليهم قبل ما يفرجوا عنهم. والممرضة بتحاول انها تمنعه من الكلام معاها لان حالتها لسه خطيرة، لكن رايلي بتعرفهم انها بتقدر تتكلم، وبتستغرب جدا لما المحقق بيعرفها ان كل اللي حصل ده بسبب جوزها، وده لانه كان هيسرق فلوس تاجر مخدرات خطير اسمه دييجو. ساعتها رايلي بتكون مش مصدقة وبتقول له انه مستحيل كراس يعمل كده، لكن المحقق بيأكد كلامه لانه سمع رسالة صوتية لكراس كان باعتها لصاحبه ميكي وبيعرفوا فيها انه اتسحب من العملية. وقبل ما يمشي المحقق بيديها مجموعة الصور اللي اتصورتها مع عائلتها في الملاهي، وبمجرد ما بتشوفها رايلي بتفتكر شكل المجرمين اللي قتلوا عائلتها وبتقرر انها تروح مع المحقق علشان تتعرف عليهم. وفعلا بتبدأ تجمع أشكالهم وتختارهم كلهم من طابور العرض وكأن الحادث حصل ملوش ساعة. ولما بيجي وقت الجلسة اللي بيتحكم فيها على المجرمين بيترافع أندرسون للقاضي وكمان بيطلع أدلة كتير جدا ضد رايلي، وبيقولوا انه كانت في غيبوبة لمدة شهر كامل ومستحيل انها اول ما تفوق منها تقدر تتعرف عليهم، وغير كده انها بتاخد ادوية مهدئة ودي اكيد اللي بتأثر على دماغها ومخليها مش عارفة حاجة. ساعتها رايلي بيكون مش معاها اي اثبات او دليل يثبت عكس كلام اندرسون، وفجأة القاضي بيفرج عن المتهمين كلهم لان مفيش حاجة ضدهم، ورايلي بتنهار جدا لما بتلاقي حق عيلتها بيروح قدام عينيها وبتفقد اعصابها وبتهجم على المجرمين دول. بعدها بتعدي 5 سنين بنرجع للواقع، بيكون في جريمة قتل كبيرة في الملاهي وبنكتشف ان الاشخاص اللي ماتوا وهم متعلقين بيكونوا هم ال3 مجرمين اللي قتلوا عيلة رايلي.
وبنروح بعدها على مكتب التحقيقات الفيدرالي وبنشوف محققة هناك اسمها ليزا بيجي لها زميلها وبيعرفها على الحادثة اللي حصلت وموت 3 أشخاص بطريقة بشعة، وكمان قال لها إن في واحدة مشتبه فيها هي اللي عملت فيهم كده، وبيكشف لها هي كمان إنها اللي سرقت مخزن أسلحة من 3 شهور وتصورت 3 صور جانبية، ولما حللوا الصور قدروا يوصلوا لهويتها الحقيقية وعرفوا إنها تبقى رايلي. وهنا بتتصدم ليزا جدا أول ما بتعرف، وبتروح بسرعة تتصل بالمحقق مارك علشان تعرف منه تفاصيل عن الحادثة، وده لأنه كان المحقق لقضيتها من 5 سنين. بعدها بنشوف رايلي ربط القاضي المرتشي اللي حكم للمجرمين بالإفراج، وبتعرفه إنه خان القسم بتاعه ولأنه محققش العدالة جه الوقت هي اللي تحققه. بعدها بتسيبه وبتمشي وهي حاطة متفجرات على جسمه كله، وأول ما بتركب الأتوبيس بترن على تليفونه وبيتفجر المكان كله بيه. واللي حصل ده مش بيعدي عليه وقت وبيوصل لمكتب التحقيقات الفيدرالية، بيعرفهم مارك إن القاضي اللي حكم في قضية رايلي من 5 سنين بيته انفجر بيه، فبيأمروا المدير بتاعه إنه ينشر الخبر ده في جميع أنحاء المدينة ووسائل الإعلام. وفي نفس الوقت ده بنشوف دييجو تاجر المخدرات وهو قاعد مع زعيم عصابة كبير في البلد، وبيدخل واحد من رجالته عليه وبيعرفه كل اللي حصل، إن الست اللي قتل عيلتها من 5 سنين قتلت القاضي وال3 اللي قتلوا جوزها. ساعتها دييجو بيتصدم وبيأمروا إنه يحطوا مكافأة كبيرة جدا للي يقتلها. في نفس الوقت ده بتكون رايلي في الأتوبيس وفي بنت راكبة جنبها وبتسألها عن اللعبة اللي هي ماسكاها في إيديها، فبتدي لها رايلي اللعبة وبتسألها عن باباها اللي قاعد جنبها. ساعتها البنت بتتكلم وهي حزينة وبتعرفها إنه مدمن وإنها مجبرة على العيشة معاه. بعدها بيوصلوا للمحطة والبنت بتنزل مع باباها اللي بيطلب منها إنها تستناه قدام السوبر ماركت لغاية ما يجيب البيرة ويرجع. وأول ما بيدخل بتهجم عليه رايلي وبتهدده بالمسدس وبتأمره ينسى كل القرف اللي بيعمله في حياته ويخلي باله من بنته ويحاول يخليها أسعد واحدة في الدنيا وإلا هتفضل وراه وهتقتله بدون رحمة. وبعدها بتسيبه وبتروح تأجر عربية صاحب الماركت علشان معاها مشوار. بعدها بنشوفها وصلت للمكان اللي دييجو بيغسل فيه أموال تجارة المخدرات بتاعته، وبتنتحل شخصية واحدة فقيرة ومتسولة علشان تقدر تدخل المبنى، وبتبدأ تقتل كل اللي تقابله في وشها وبمهارة عالية جدا، وبتكون مركزة على كل طلقة بتخرج من السلاح اللي في ايدها ومفيش أي شخص من العصابة قادر إنه يمسكها. وبتفضل رايلي تقتل فيهم واحد ورا التاني لغاية ما بتوصل لآخر واحد بتحط السكين على وشه علشان تعرف منه عن مختبر دييجو اللي بيصنع فيه المخدرات. ومن الناحية التانية الموضوع بينتشر بشكل واسع على الأخبار والسوشيال ميديا كلها بقى يدعم قضية رايلي بعد ما عرفوا إن عيلتها اتقتلت من 5 سنين. من الناحية التانية بتكون رايلي سرحانة في صورة بنتها وجوزها وبتقرر إنها تدخل المختبر تخلص على كل اللي فيه. بتاخد أسلحتها وبتنزل تروح تقتحم المختبر علشان تنفذ مهمتها، لكن قبل ما تدخل بتكتشف الفخ اللي في المكان بالصدفة وبتحاول تهرب بسرعة، والقتلة المأجورين أول ما بيتأكدوا إنها جوه المختبر بيفجروا فورا. بعدها بشوية بيجي خبر لمارك عن الانفجار اللي حصل في المختبر وبيتحرك هو كمان بسرعة، والقتلة المأجورين اللي فجروا المكان بيتصلوا بدييجو وبيعرفوا إنهم فجروا المكان ورايلي جواه. ساعتها بيفرح دييجو جدا وبيقول لهم ييجوا الفيلا عنده علشان ياخدوا المكافأة بتاعتهم. وبعدها بنكتشف ان رايلي لسه عايشة وقدرت انها تعدي من مواسير الصرف وبتطلع تسرق عربية من الشارع وبتروح ورا القتلة المأجورين. ليزا بتوصل للمكان اللي رايلي عايشة فيه وبتحاول تسأل اي شخص علشان تتأكد من الدليل اللي معاها. بيشاور لها واحد من بياعين الخردة على حيطة قدامها وبتتأكد ليزا انها في المكان الصح لما بتشوف صورتها بعرض الحيطة وانها بقت رمز للعدالة بالنسبة لهم. من الناحية التانية رايلي بتوصل للقتلة المأجورين وبتخلص عليهم بدون رحمة، ودييجو في نفس الوقت بيحتفل لأنه أخيرا خلص عليها وهيرجع لشغله مرة تانية. لكن فجأة بيشوفوا في الأخبار واحد بيقول إنها لسه عايشة وسرقت عربيته وهربت وهي متعصبة جدا. ساعتها بتوصل رايلي للفيلا بتاعت دييجو وبتقتل الحراس وبتفضل تصطاد في باقي الحراس بالقناصة بتاعتها ومفيش حد عارف يحدد المكان بتاعها ويوجه لها ضربة. ساعتها دييجو بيترعب جدا وبيؤمر رجالته يقتلوها فورا، لكن رايلي بتخلص على أي شخص بتقابله وكمان بتلاقي بنت مخطوفة هي اللي بتدلها على الأوضة اللي فيها دييجو. بتكمل رايلي طريقها ليه وبتغفل الحراس وبتقتلهم كلهم لغاية ما بتوصل لدييجو نفسه وبتثبته بالمسدس علشان تقتله وتنتقم لموت عيلتها. لكن فجأة بتظهر بنت دييجو جنبها وبتشتت انتباهها، ودييجو بيستغل الفرصة وبيطعنها في بطنها بالسكينة وبيهرب ومعاه بنته من المكان بسرعة. ساعتها رايلي بتسمع صوت عربيات الشرطة وبتجري بسرعة قبل ما يوصلوا ليها ويقبضوا عليها. بعدها بشوية بتوصل لبيت بيج وبتديها بوكس في وشها بتفقدها وعيها وبتدخل بسرعة تعالج جروحها الخطيرة. وبعدها بتفوق بيج بتلاقي نفسها مربوطة على كرسي
رايلي بتقول لها انها تنتقم منها علشان اهانتها في يوم من الايام قدام بنتها، وبتعرفها انها تفجر البيت اللي هي فيه ومحدش هيجي علشان ينقذها، وبتخرج تسرق عربيتها وبتمشي ومش بتقتلها علشان خاطر بنتها. بنرجع لرجال الشرطة والمدير بتاع مارك وقلب الدنيا ومحدش قادر يوصل له، وبنعرف انه كان على اتصال بليزا ووصل للمكان اللي هي فيه. بتكشف له ليزا عن العربية اللي كانت عايشة فيها رايلي، وبتعرفه كمان انها بقت رمز للعدالة ومسيطرة على نص المدينة. واثناء نقاشهم بيخرج مارك المسدس بتاعه وبيقتل ليزا، وبنتفاجئ انه خاين وشغال مع تاجر المخدرات دييجو. بعدها بيتصل بدييجو وبيعرفه انه لقى المكان اللي رايلي عايشه فيه، وبعد ثواني بيوصل دييجو على المكان ومعاه جيش كامل من القتلة المأجورين، وبيأمرهم انهم يدوروا عليها في كل مكان ويقتلوها فورا. وفي نفس الوقت ده رايلي بتكون نايمة في مخزن قديم من كتر التعب، وبنتها بتظهر في خيالها وبتصحيها قبل ما حد يجي يقتلها. وفعلا بتصحى رايلي وبتوقع صندوق كبير على واحد من القتلة وبتقتله، وبعدها بتسمع في اللاسلكي بتاعه ان في مجرمين كتير جدا بره، ولو خرجت هتموت من الرصاص بتاعهم. فبتسرق تليفون ليزا من الزبالة وبتطلع فوق السطح علشان تصور لايف، وبتعرف الشرطة على مكانها وبتطلب منهم يجوا دلوقتي يقبضوا على العصابة وينقذوها. فعلا الشرطة بتتحرك بسرعة على هناك بعد ما عرفوا مكانها. وفي نفس الوقت ده دييجو بيمسك بنت صغيرة وبيكلم رايلي على اللاسلكي وبيطلب منها تيجي دلوقتي وإلا هيخلص عليها. بتضطر رايلي انها تروح له علشان تنقذ البنت، ودييجو بمجرد ما بيشوفها بينزل فيها ضرب، وهي بتستفزه اكتر علشان تلهيه لغايه ما الشرطه توصل. ومارك ساعتها بيقول لدييجو انها بتلعب بيه، لازم يقتلها بسرعه قبل ما حد يجي، لكن دييجو مش بيهتم الكلام وبيكمل ضرب فيها، وكان على وشك انه يقتلها. لكن بتضحك رايلي وبتقول له يا ريتك سمعت كلام مارك. وفجأة بتوصل الشرطة على المكان وبيحاصروه من كل اتجاه، ودييجو بيروح يقتل مارك لأنه مفكر إنه هو اللي بلغ عنه، وبعدها بيهرب قبل ما يتقبض عليه. لكن رايلي بتقدر توصل وبتنزل في ضرب وبتمسك سلاح علشان تقتله، لكن الشرطة بتيجي وبيطلبوا منها تنزل سلاحها وتاخد حقها منه بالقانون. لكن رايلي بتبصله بنظرة الانتقام وبتقول له إنها هتكون هي القانون، وبتقتل دييجو بدون رحمة، وبعدها بتهرب من المكان وهي مصابة بإصابات خطيرة جدا. لكن رئيس مارك بيكون عارف المكان اللي هي هتروحه، وفعلا بيوصل للقبر بتاع عيلتها وبيلاقيها هناك بعد ما ريحت ضميرها وخدت حق عيلتها، لكن بتفقد وعيها وبياخدها الرئيس على المستشفى عشان يلحقها. وبعد مدة قصيرة بيجي لها مرة تانية وبيشكروا على كل حاجة هي عملتها، وبيعرفها انها وقفت عمليات كتير جدا لتجارة المخدرات، وبيسيبها وبيمشي. هنا بنتفاجئ انه ادالها مفتاح الكلبشات اللي هي متكلبشة بيها وبتفكها وبتهرب من غير ما حد ياخد باله. هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.